السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل فيديو جديد، فيديو من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها دي. انا بطلع اتكلم يعني بشرح لكم ايه اللي هيحصل جديد في فري فاير. وانا طبعا اسف لكم كذا مرة ان انا غبت عنكم كتير قوي، وبقالي شهر منزلتش فيديوهات على اليوتيوب، لكن عملت قناة جديدة على التيك توك. الحمد لله وصلنا في 300 مشترك، وعايزين نحقق حلمنا ونوصل ل1000 مشترك، وعلى اليوتيوب بإذن الله نوصل 500 مشترك و1000 برضه، يعني واحدة واحدة كده. بصوا، احنا النهاردة الفيديو ده عايزين نتكلم عن حاجة معينة. انا مش هطلع النهاردة اتكلم عن فري فاير ولا اي حاجة، يعني انسوا الموضوع ده. قبل ما تعملوا اي حاجة، في كده يا جدعان حاجة اسمها فاء لام سين حرف طاء، تمام، واليه والنون. انت كده عارفين معنى الجملة دي ايه؟ فلسطين، مش محتاجين نقولها، انتوا عارفينها. حلو. مالها بقى؟ مالها البلد دي؟ فيها ايه؟ فيها حاجة، الارض دي محتلة، تمام. ان حاجة كانت بلد صغيرة كده كانت اسمها اسرائيل، جاية كانت تقول فلسطين. كانت فلسطين دي كانت بلد كبيرة وتحط فوق راس كل البلاد، وكانت أرضيها واسعة، ياما أوي يعني. جت إسرائيل قالت لفلسطين: والنبي احنا عايزين نقعد عندكم شوية، احنا بنتقصف من اليونان ولا معرفش منين، أوكرانيا، عايزين يضربوا علينا، عايزين نقعد عندكم. بعد ما قعدوا عند فلسطين، ايه اللي حصل؟ فلسطين فضلت تكرم عليهم، تقول لهم: تعالوا حبايبي، تعالوا، طب خدوا دي لحد ما ناموا أكبر في البلاد. بعد ما ناموا كل السكان بتاعت إسرائيل يعني احتلوا الفلسطينيين نفسهم. هم اصلا ما عندهمش كرامه ولا حاجه اسمها قلب، يعني ذوق ولا احترام ولا شكر حتى. يعني اول ما حطوا البيت ولا شكرهم ولا عملوا فيهم اي حاجه. يعني الصراحه يعني حاجه تضايق يا جدعان. وانتوا اكيد قاعدين تقولوا لي: ايه لازمه اللي انت تقول لنا كده؟ ليه؟ يقول لك عشان المقاطعه. حاجه اسمها المقاطعه. ايه المقاطعه دي بقى؟ مثلا زي بيبسي كده، تمام، او كوكاكولا او شيبسي، اي انواع من الحاجات اللي هي بتدعم الحاجات اللي بتدعم اسرائيل دي، اللي بتخلي يعني. انا اقول لك ايه اللي بيحصل. مثلا بيبسي دي انت بتبيع بيبسي بتبيع الكنز مثلا ب13 جنيه. 13 جنيه دول يعني في اليوم كذا واحد، مثلا اقول كذا واحد، ياما كتير قوي يعني، يشتروا من الكنز من شركة بيبسي. فتح الله مثلا عامل عرض بيبسي ب10 جنيه بدل من 13 جنيه. ماشي، كذا واحد هيجي ويشتري بيبسي. الفلوس بقى اللي بيستثمروها من البيبسي، تمام، يقعدوا يحسبوها على الكمبيوتر. وانت عارف انت حركات التكنولوجيا والحاجات دي، فاهمين؟ فايه بعد ما يحسبوها، وبعد ما يفكروا كده ويتدبروا، الفلوس دي بتاعت البيبسي نعملها لايه؟ نديها لبيبسي. وطب وبيبسي هتروح تعمل ايه بقى؟ هتروح تديها لاسرائيل؟ لا، واسرائيل هتروح تموت فلسطين، وهتروح تضرب عليها وتقصف عليها. مش كده القصد. يعني ايه؟ يعني مثلا فتح الله ده او كارفور او سان ستيفانو، اي حاجه بيجي فيها مثلا بيبسي او شيبسي، الفلوس دي ذات نفسها بترجع للشركه بتاعت الشيبسي. مثلا شركه الشيبسي دي عامله يعني ايه؟ عامله بتحط الكيس بتاعتها الشيبسي دي عند فتح الله، عشان لما بتتباع وتعمل استثمار، الفلوس اللي بتاعت فتح الله دي ترجع لها. يعني شوية استثمارات كده مش عايزين ندخل فيها عشان اتلخبط فيها انا وماليش في الحاجات دي. حلو. فهي يعني بعد ما ياخدوا الفلوس، حلو، يقعدوا يعملوا ايه بقى؟ يجمعوا الفلوس ذات نفسها عشان يشتروا صاروخ. يعني مثلا نقول الصاروخ بكام بالعملة بتاعت اسرائيل، اللي ملهاش اسم البلد دي، بكام؟ اللي ما اعرفش العملة بتاعتها ايه اساسا. العملة بتاعتها خارة ولا ايه؟ والله ما عارف.
العمر بتاعها بخرة. ماشي. لا يا جدعان، عارف والله، بس المفيد من الفيديو ان انتوا لازم تقطعوا. تيجي يقول لك مثلا هو حد بيقطع دلوقتي؟ يا عم فكر، احنا عايزين نستمتع وخلاص. يجي يقول لك طب انا ماشي، انا بحب القطع وكل حاجه، طب اجيب ايه مثلا بدل البيبسي؟ اجيب توب. حلوة توب دي طعمها جميل. سينا كولا جربتها قبل كده. هات جهينة. ما اعرفش جهينة مقاطعة ولا مش مقاطعة، بس انا محبش عن نفسي كده جهينة. وبي تي بي مقاطعة. يعني انواع كده من العصاير او البيبسي او الشيبسيات ذات نفسها. اي انواع من الشيبسيات. عندك تايجر ده مش مقاطعة جميل والله. وعندك بيت شيبس، يعني حاجات حلوة والله. يعني معرفش بتشتري كيس شيبسي ده ابو 5 جنيه. وانت دلوقتي يعني واحد زينا في العصر ده 2024. حلو. عصر تطور التكنولوجيا. اه. يعني ايه يجي مثلا كيس الشيبسي ده ابو 5 جنيه؟ مفيش غير تفة شيبسي الفرافيت. الفرافيت والله. يعني تيجي تقدر تشتري ابو 15 او 15. ليه؟ عارف ليه بقت فيها بارافيت؟ انا هقول لك. عشان عشان ايه؟ يعني خلوا الجيس الصغير ابو 5 جنيه ده، شركة شيبس نفسها خلت الجيس الصغير حلو. بيكون في فرافيت، فالناس بتعجبهمش بتشتري اكبر منهم، والاكبر منهم ده بيكون بسعر اغلى. والسعر الاغلى دول فيستثمروا اكتر ويجمعوا فلوس اكتر عشان يشتروا الصواريخ، عشان يكسفوها على غزة. يعني مش عارف اقول اكتر ايه من كده. اكتر من كده ايه اقول يا جدعان؟ ما اعرفش والله. احنا بنعمل علينا يعني. مصر فلسطين يا رب. انا يا جدعان سهران اهو يا جدعان والله لحد الفجر اهو. ويعني انا والله من اول ما القصف ده اتعمل، انا حطيت الخلفيه الجميله دي. والله العظيم يعني اي حد يجي يقول لي انت حاططها يا عم دي وحشه، اقول له انت يعني حط السنه جوه بقك، مالكش الكلام تليفونك ولا تليفوني. يعني الصراحه جميل. all is on رفح. ايام لما كانت الشهر اللي فات تقريبا، ايام لما كانت مشوهم كلهم من غزة وقعدوهم في رفح في الخيام. فهم الاسرائيليين تمام. الخرا هنسموهم الخرا مسكوا معرفش الار بي جي ده ولا ايه. حلو. اللي هو حاجة عاملة شبه النار كده، رموه على الخيم والخيم بقت تولع يعني. وكمان يفصلوا رأسهم عن جسمهم. يعني الصراحة حاجات والله العظيم تخوف وترعب الواحد. يعني يجي يقولك انت لما كانوا هتعمل ايه؟ انت لما كانوا هتعمل ايه؟ قول والله انت لما كان واحد شايف وامه ضايعين ماتوا. والله مش عارف اقول ايه اكتر لما هي بتتكسر صواريخ. ربنا معاهم بقى والله، ربنا معاهم. بس كده يا جدعان، ده كان الفيديو بتاعنا. ويعني ارجو تهتموا وبس كده. سلام.